محاولة لإيقاظ ضمير العرب. الجزء الثاني. يلا ندخل. عرفنا أنه خلص صرنا سنتين على نفس الروتين، نفس الحرب، نفس التجويع، نفس التهجير. في البداية حكوها نحن مش مجرد أرقام، فعلا هن صاروا مجرد أرقام. فسبحان الله أهل غزة كان عندهم نظرة نحن ما بنعرفها وما لنا شايفينها، كانوا يحذروا يا جماعة نحن مش أرقام، وفعلا صاروا مجرد أرقام. الوضع خرج عن السيطرة يا شباب. إسرائيل تستعد لتفجير غزة والمسجد الأقصى. في كارثة كتير كبيرة عم تتحضر حاليا يا شباب، وإذا مفكر إنه الموضوع خلص لسه على الأسوأ ما بلش. يعني غزة والمسجد الأقصى الاثنين على خط النار. صحيح نحن بنشوف يعني غزة فيها دمار وكذا، والمسجد الأقصى بيصير فيه اعتداءات، يعني ما في أي يعني أعمال تخريبية. الإعلام ساكت والعالم متجاهل، في أشياء من تحت عم تصير مرعبة يا شباب. تعال أقول لك شو صار آخر 48 ساعة، لأنه إذا ما فهمت شو عم بيصير هلأ بحياتك ما راح تفهم شو عم بيصير بعدين، لأنه نحن داخلين على نقطة تحول يا شباب. هاي الحرب كلها كان لها سبب. بداية الحرب بدي أفهم ليش أهل غزة قرروا ياخذوا هذا القرار الصعب جدا. قرار انت يعني قرار جريء جدا. من كم ساعة هيك تسربت معلومات من جوات الكيان بتقول إنه النتن يا شباب ما راح يوقف الحرب إلا بعد ما يحقق 3 شغلات، وهو حكاهم قبل: تدمير المقاومة، استرجاع الرهائن، وضمان إنه غزة ما ترجع تهديد مرة تانية. طبعا حكاها كتير هي الأشياء. أوكي، المصيبة أثناء الحرب هي يا شباب هم اكتشفوا إنه ما راح يقدروا نهائيا يقضوا على المقاومة، فقرروا إن هن يحتلوا غزة ويهجروا أهلها. يعني قرر يحتل غزة شاملة يا شباب، بما فيها المناطق اللي فيها الرهائن اللي من جنسيته ومن بلده، اللي على أساس هو عمل الحرب مشانهم أساسا، مع نحن فهمانين إنه ما لهم دخل ولا مهتمين فيهم. هم لهم غاية سياسية وعم يحققوها. يعني ببساطة مستعد يضحي بجنوده بجيشه، أساسا جيشه كله يعني مرتزقة، يعني فهمت علي. طبعا رئيس الأركان عنده حاول يقنعه إنه هاي العملية رح تعمل خسائر ضخمة ومجزرة كبيرة في العالم. رد النتن يا شباب كان بسيط جدا، قال له يا بتنفذ يا بتستقيل. بعدها بشوي الصحف الكيانية أنا بحب أسميها أو الصهيونية نشرت تقارير بتقول إنه أمريكا وترامب أعطوه الضوء الأخضر، صار بإمكانه يعمل أي شيء بده إياه، يعني دعم كامل غير مشروط بالذخائر وإلى آخره، يعني وحتى بالجنود يعني ما عندهم مشكلة. رغم تحذيرات القادة هو مصر، ما زال النتن مصر يا شباب، وله هدف معين. شو هذا الهدف؟ الجواب مو غزة. طبعا راح تنصدموا، الحرب كلها في غزة لا، الهدف أساساً الغزاوية لما طلعوا وراحوا عملوا هاي المغامرة يا شباب عملوها لهدف واحد، وهو الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك. فالهدف الكبير للنتن الخسيس هذا، يعني غاية النتن يا شباب إنه هو يوصل للمسجد الأقصى. قبل يومين بالضبط الحمار بن غفير يا شباب وزير الأمن القومي دخل الأقصى ومعه 4000 مستوطن، وعملوا صلوات دينية كاملة جوات المسجد الأقصى. أول مرة بتصير من وقت النكسة، وبدون أي خوف من رد فعل عربي أو إسلامي. والمختلف هالمرة إنه الاقتحام مو مجرد استفزاز، هو كسر رسمي لاتفاقية الوضع الراهن، الاتفاقية اللي من أيام العثمانيين واللي بتقول إنه الأقصى للمسلمين فقط. ومين علق؟ ولا حدا. بس الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين كتب شيء مرعب، قال بالحرف الأقصى رح ينهار قريب لحتى ينبنى مكانه الهيكل المزعوم اللي بيحلم فيه هذول الخنازير. يعني غزة هي تمهيد للفوضى اللي جاي. وإذا مفكر إنه هالشي ما له علاقة فينا نحن سوريا أو بمصر أو أي دولة، فاسمح لي أنت غلطان كتير. إذا احتلوا غزة راح يصير في نزوح جماعي للاجئين، وراح يصير في محاولة فرض التهجير بالقوة، وهذا الشيء بجرنا لمواجهة مباشرة نحن ما بدنا إياها، بس ما راح نقدر نهرب منها. ومن الناحية الدينية هدم أو مس المسجد الأقصى رح يكون هو الشرارة اللي بتشعل المنطقة كلها، من المغرب للجزائر للبنان لسوريا حتى لماليزيا، لأنه الأقصى مو مجرد مكان، هو رمز، هو أمانة، وهو جرح مفتوح بقلب كل مسلم عايش في هذا العالم. عن الاستخبارات التركية طلعت وعم تقول إن المنطقة عم تتجه لانفجار كبير، والحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة كانت بس بروفا. الكيان عم يتحرك بأقصى قوة ممكنة بدعم أمريكي لتغيير الواقع على الأرض. يعني إذا ما قدروا يمحوا المقاومة رح يمحوا كل شيء عم بيشوفوه قدامهم حتى يوصلوا للهدف. وغزة والمسجد الأقصى المبارك صاروا على فوهة البركان، ونحن لسه عايشين حياتنا وكأنه شيء ما عم يصير، ولا كأننا عم نشوف حرفيا
بس شوية أشخاص بريئين على السوشيال ميديا عم يطلعوا يحكوا كأنهم عايشين بعالم تاني، وهدول الأشخاص غالبا راح نكون أنا وأنت عزيزي المشاهد. إذا وصلت لهون فأنت شخص قلبه حي. شارك الفيديو، لا تسكت، أي شيء بتقدر تساعد فيه أهل غزة حتى لو كلمة حاول توصلها. أنا ما عم بقدر أعمل فيديوهات عادية يا شباب لأني عم شوف أهلنا في غزة عم يعانوا كل يوم، فما عم بقدر أوصل رسالة كوميدية أو رسالة ترفيهية، وأنا شايف إنه في ناس بأمس الحاجة لرغيف الخبز وللأمان، لأنه أهل غزة حتى أغلبهم ما عندهم نت وما عندهم موبايلات. إن شاء الله راح يفرجها علينا جميعا. وهي الترندات اللي عم تشوفوها هون هي ترندات كتيرة ممكن أعرض لكم إياها، وهدول الأشخاص وهدول الترندات وهدول الأشياء اللي عم تصير هي مجرد أشياء لتلهيكم مشان تغضوا بصر عن الأمور المهمة والأساسية بحياتنا يا شباب. هدول الأشخاص هم أشخاص تافهين، فلا تخليهم هم شاغلين يومك وشاغلين حياتك، وهم فعلا ماسكين الترند وشاغلين الدنيا كلها على الفاضي. هم أشخاص فاضيين وقيمتهم صفر في المجتمع حرفيا. خلونا نركز بالأشخاص المهمين اللي عم يضحوا مشان كل مسلم في هذا العالم يعيش بكرامة، ونقول يا رب اكتب لأهل غزة ولكل المسلمين كل خير إن شاء الله. بس هذا كان كل شيء عندي لليوم. أنا أخوكم أبو حلب، لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك. السلام عليكم. الله